مقتل 20 شخص في بيت جن واشتباك ناري وإلى ما هنالك يحتم الذهاب باتجاه عدم التراخي بمسألة الاتفاقية الأمنية أو مفاوضات سلام مع إسرائيل. نحن لاحظنا بعد ما عاد الشرع وزميله شيباني عادوا من واشنطن، حملوا معهم شيء من التباطؤ، يعني أخذوا حيز لتبطيء عملية السلام أو عملية التفاهم مع إسرائيل. أحداث بيت جن أنا باعتقادي كسرت هذا التباطؤ والنوم في مية البطيخ مثل ما بيقولوا المصريين، يعني إنك تنام وتسبح على كيفك وما في، ما بدنا نعمل علاقة وبدنا نحكي مثل الشيباني وخطاب بشار الأسد نرجع لاتفاقية فك الاشتباك 1974. لا، اليوم أنت مطالب تذهب باتجاه نزع السلاح في الجنوب السوري كامل، الجنوب السوري، لأنه نحن قبضنا على شخصيات من الجماعة الإسلامية داخل بيت جن، صار في اشتباك، تم إطلاق النار علينا، تم قتل 20 سوري، وبالتالي يجب الذهاب إلى تبييض الجنوب السوري وصولا إلى مشارف دمشق من السلاح. هذا أعاد الحيوية إلى فكرة كيف تصنع سلام في الجنوب السوري. وهذا مرة ثانية الأحداث اجت بعد زيارة نتنياهو للجنوب السوري بأسبوع. أنا باعتقادي وباختصار شديد الملف وضع على الطاولة مرة أخرى، أمريكا صارت مسؤولة تجيب عن هذا السؤال. الجنوب السوري، مصير الجنوب السوري، كل ما حدث أمر ما في الجنوب تشيح الكاميرات السورية، كاميرات السلطة، نظرها باتجاه شمال شرق سوريا وباتجاه قسد. هذا بذكرنا بكلام اللبنانيين لما كانوا يقولوا أسد في لبنان ونعامة في الجولان. نحن عندنا نظام اليوم، سلطة هي نعامة بطبيعة الحال في الجولان.